ولدنا بزمن يحسدنا عليه الكثيرون، فقديما كان الشباب يجدون صعوبة كبيرة في نشر أعمالهم. ربما هذا هو السبب الذي خلق حقدا أو غيرة من طرف القدماء من الشعراء والفنانين اتجاه شباب هذه الأيام. نحن اليوم جيل مواقع التواصل الاجتماعي، نحن أبناء القرية الصغيرة، لدينا عالمنا وتاريخنا، فنحن من نصنع تاريخنا بأنفسنا. لمواقع التواصل الاجتماعي فضل كبير على الشباب، ربما السبب الرئيسي في نجاحهم هو عدم وجود الواسطة، فمن خلال تلك المواقع نخاطب جميع الطبقات، بسيطة كانت أو مثقفة، ولا توجد تلك العوائق والمطبات والعصابات الأدبية الموجودة في عالمنا الحقيقي، التي تقف كحاجز بين المبدع والمتلقي، وتقطع الطريق على كل صوت جديد يشق مشواره إلى عالم الإبداع. وكذلك فتحت هذه المواقع المجال للنشر بعيدا عن كل الشروط والقيود التي تشد على الألسنة وتلجمها، كما أنها ساهمت في نشر إبداعات الشباب لتصل إلى العالمية، في حين أنها كانت لا تتجاوز حناجرهم.